كل الأشقاء يشاهدوا على أننا مازال ما مشيناش كلام يعني في عنف بالنسبة للناس هذو، نعتبرهم دائما أشقاء، طلبوا لهم الهداية، وهذا شهر رمضان إن شاء الله ربي يهديهم، لأن التصرفات تاعهم غير منطقية. يبدو لي بلي مثل ما يقول أخذتهم العزة بالإثم، يعني كيفاش حنا ما تخليناش كذا وكذا وكذا. طلبوا لهم الهداية إن شاء الله. الجزائر ما تركعش، ولاو ياخذوا العبرة من الدول العظمى اللي نحترموها كثير وتحترمنا هي تاني، وقرارنا محترم. لكن تبغي التصرفات اللي عندك مع ناس اخرين تفرضها عليا، راك غلط بزاف. حنا في 5,630,000 شاهد من اجل هذه البلاد هذه، وقرب لا بغيت هذا ما كان. تخريب الانسان اللي يخصص المال تاعو باش يخرب الفتنه مش مليحه. انا ايقظ ما الفتنه يعني عليه اللعنه تقريبا، فهو آثم. ماشي لا آثم، يعني نشوف في كل الاماكن اللي فيها تناحر بين الناس دائما المال تاع الدوله موجود، في الجوار، في اليمن، في هذه، في ليبيا، في السودان، لا اله الا الله محمد رسول الله. احنا ما نكنوا لهم حتى عداوه، لان احنا محتاجين للجزائري والجزائريه لله عز وجل دابور، والجزائري والجزائري ماناش محتاجين. نتمنوا تعايش سلمي مع كل الامم، عرب وعجم، علاقات طيبة مع الجميع. هذا هو اللي يحوس يتبلى علينا، للصبر حدود.